السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ مع بعض هنعمل الكبدة بالردة من أسهل وأخف الوصفات السريعة اللي ممكن تعمليها بمنتهى السهولة. هنجيب الكبدة متقطعة شرايح كده زي ما انتم شايفين، هتخلي الجزار يقطعها لك شرايح كده. لو هي انت جايباها سليمة هتحطيها في الفريزر تجمد شوية وتقطعيها بسكينة حامية شرايح كده، هتتقطع معاكي بمنتهى السهولة بالشكل ده. وهنجيبها الكبدة على فكرة ما بتتغسلش، جيبيها من جزار موثوق فيه، او لو من الذبيحة بتجيبيها تكون نضيفة وما بتتغسلش على فكرة عشان الفوائد بتاعتها. هنتبلها بالملح والفلفل الاسمر والكمون والكزبرة ومعلقة من الثوم وعصرة ليمونة كده بتخليها طعمها حلو وبتبقى جميلة، ولو كبدة ضاني ولا كده بتشيل اي زفارة فيها. بنجيب الكبدة نجيب الردة او في بعض الدول بنسميها النخالة، وهنعفرها كده زي ما انتم شايفين. ممكن تسيبيها في التلاجة ربع ساعة، ولكن انا هشتغل بيها على طول زي ما انتم شايفين كده.